مشاهدي الأعزاء، مشاهدي موقع عين مصر نيوز، أهلا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من محافظة أسيوط. معكم هناء حسين. مشاهدي الأعزاء، شايفين حجم الجمال اللي احنا بنصور منه دلوقتي، لكن داخل هذا الجمال تكمن مصيبة كبرى بالنسبة للمزارعين وسكان القرية، وإهدار المياه. زي ما حضراتكم شايفين المية دي، ده فيضان النيل اللي مغرق 270 فدان تقريبا في جزيرة منشأة همام بمركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط. زي ما حضراتكم شايفين المية دي مغرقة مساحة الأرض اللي احنا واقفين فيها، وكمان مبورة الأرض، وفضلا عن إنها مياه مهدرة. هنسأل أهالي القرية.
مشاهدينا الاعزاء، حاج محمد تاني، طيب قولي الكلام ده تاني. انتوا طلبتوا من الري تعملوا ايه؟ ساتر ترابي. ساتر ترابي. جسر ترابي على نهايه نهر النيل، نعمل جسر ترابي بطول المساحه اللي هي هتغرق. ان كانت لها 3 4 كيلو، احنا مستعدين على حسابنا نعمل جسر ترابي. رفض. لا لو عملته هديكم محاضره. طيب تاني، مشاهدينا الاعزاء، المكان او الارض او الحوض اللي بنكلم حضراتكم منه دلوقتي عباره عن 270 فدان تقريبا بقريه منشاه همام التابعه لمركز ومدينه البداري بمحافظه اسيوط. والارض دي غرقانه بسبب فيضان النيل، والفيضان ده مش السنه دي بس، ده حسب الحاج محمد ما بيقول بيحصل بشكل سنوي بدايه من منتصف شهر 4 ابريل حتى شهر اكتوبر. على مدار 7 شهور بتتعرض المساحات الارض دي اللي بتتزرع محاصيل شتوي وصيفي للغرق، وبالتالي هم بيزرعوا بس المحصول الشتوي القمح. وبتقول لي كمان ما بتلحق بالعافيه. بالعافيه بنقصده بالميه. وكل اللي هيتزرع ده حضرتك ده اللي بتستحمى فيه الاولاد ده المفروض يتزرع. يعني دي كل المساحات دي المفترض تكون مزروعه دلوقتي بالمحصول الصيفي، لكن هي مش مزروعه بسبب الفيضان اللي مغرقها. طيب لما بتكونوا زارعين المحصول الشتوي بتلحقوا تجمعوه قبل الفيضان؟ لا طبعا بنجمعه في الطين والميه. بنجمعه بالعافيه، يعني بدل الفدان ما بياخد له 4 ساعات دراسه انا باخد 12 ساعه دراسه. بسبب ان ايه؟ الميه طبعا الميه رشحته فبيبقى مبلول. مبلول. يعني اي فدان والساعه النهارده ب 300 جنيه 350 جنيه ساعه الدراسه. يعني خراب البيوت من جميع النواحي. طيب بشكل سنوي بتقدموا شكاوى للزراعه والري؟ والسنه دي برضو متصل بحمايه النيل. لما بدا البحر خلاص هياخد البيوت كلها، راحوا خفوه شويه. عملوا ايه؟ طبعا ما انت كده معناها انك انت متحكم. يعني انا لما اتصل بيك بقول لك الحقني ان انا هغرق، البحر تاني يوم خس، يبقى انت متحكم فيه. طب ما تخزن الميه دي طالما انت متحكم فيه. هوري حضراتكم المساحات دي بايرة من الزراعات، لأنها غرقانة بسبب فيضان النيل اللي بيحصل بشكل سنوي بداية من شهر 4 حتى أكتوبر على مدار 7 شهور زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما سمعنا من الحاج محمد إن الأرض دي بتتعرض للغرق بسبب فيضان النيل. قال إن حماية النيل يقدروا يتحكموا في المياه دي عن طريق غلق البوابات والحفاظ على كمية المياه المهدرة. زي ما حضراتكم شايفين دي مياه مهدرة وبتحدث بشكل سنوي على مدار 10 سنين ماضية. مياه مهدرة زي ما حضراتكم شايفين، مياه مهدرة وأراضي بايرة. الحوض اللي احنا واقفين فيه 270 فدان بالتحديد في قرية منشأة همام التابعة لمركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط. زي ما حضراتكم شايفين ده المانجا، شجر المانجا ده غرقان بسبب الفيضان. وباقي الارض اللي بتتزرع محاصيل شتويه وصيفيه اهي بيزرعوا بس الشتوي، وهم بيجمعوه تقريبا في شهر 4 بيكون الفيضان جه. بعضهم بيلحق يجمع المحصول وبعضهم ما بيلحقش. بعض الاهالي عليهم ديون في البنك الزراعي بسبب ان زراعتهم بتغرق، الشتوي بيغرق والصيفي زي ما حضراتكم الارض بايره، زي ما حضراتكم شايفين الارض بايره مش قادرين يزرعوها. حاج محمد وجه اخر كلام يعني للمسؤولين لعل حد يستجيب. كلام احنا عايزين نظره لينا احنا ونظره للفلاح عموما يعني. بس نظره للارض اللي بتغرق دي يعني والله حرام. احنا يعني احنا معانا مصاريف ومعانا ديون في البنوك ومعانا بلاوي متلتله، يعني هنعمل ايه طيب؟ وده معانا عيال في المدارس. احنا عايزين نظره لينا احنا. يهول خزان شويه، خلي الميه دي خلاص يشوف لها صرف. هو ايه اللي مستفاده من كده؟ مش عارف يعني. هو ايه اللي مستفاد من الميه دي؟ الارض دي ايه اللي مستفاد منها؟ ولا حاجه. الارض دي غرقانه، احنا مش مستفادين منها وهو مش مستفاد منها بحاجه. اللي هيزرع ده ما انا بورده للبنك، الدوله مستفيده بيه كانت. المياه المهدرة يعني دي كارثة. المياه المهدرة يا جماعة نضع الحالة دي أمام المسؤولين. بالتحديد احنا واقفين في الأرض الغرقانة بفيضان النيل، بالتحديد جزيرة منشأة قرية منشأة همام بمركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط على الضفة الشرقية للنيل. دي كمية مياه مهدرة وبتحدث بشكل سنوي على مدار 10 سنين ماضية، مش عارفين يلاقوا لها حل. والحل بيكمن في انهم يقفلوا البوابات، يفتحوا البوابات فيخزنوا المية دي ما تجيش هنا. ايوه يفتح البوابات بتاعت خزان اسيوط، المية تنزل شوية ويخزنها هو. يعني يقدروا يخزنوا المية دي من ناحية خزان اسيوط
الميه دي مهدره، وده بيحدث على مدار 10 سنين ماضيه، مش السنه دي بس، وعلى مدار بشكل سنوي على مدار 7 شهور بدايه من شهر او من منتصف تقريبا شهر 4 حتى شهر اكتوبر. الارض بايره، المزارعين مش بيقدروا يزرعوا المحصول الصيفي زي ما حضراتكم شايفين، الارض غرقانه، ويا دوب بيزرعوا الشتوي، واللي ما بعضهم ما بيلحقش يجمع المحصول بسبب الفيضان. زي ما حضراتكم شايفين الحوض اللي احنا واقفين فيه تقريبا حوالي 270 فدان، دي في قرية منشأة همام بمركز ومدينة البداري. لسه باقي القرى، في قرى تانية ممكن تكون متضررة. في حضرتك مركز البداري برضه ومركز الساحل وجزيرة الساحل غرقانة كمان، وعندك برضه ناحية بجور ونزلة بجور كله ده غرقان. وعندك جزيرة الساحل انت بتتكلم في زمان بداري، في جزيرة الساحل برضه غرقانة على نفس الوضع، ده في بيوت غرقت كمان، في بيوت مش اراضي زراعيه بس. مشاهدينا الاعزاء، دي كارثه بكل المقاييس تحدث للقرى المجاوره لنهر النيل من فيضانات، اهدار المياه بشكل مرعب، بشكل مخيف. كميه الميه دي زي ما حضراتكم شايفين مهدره من النيل، وده بيحدث مش يومين ولا اسبوع، لا المواطنين بيقولوا ده كان بيحدث على مدار ال10 سنين الماضيه. وهو قدام حضراتكم نحن الآن من قلب الأرض اللي على الضفة الشرقية للنيل. الحوض، اسم الحوض ده إيه يا حاج محمد؟ حوض المفيدنة الغربية نمرة 5. تاني؟ حوض المفيدنة الغربية نمرة 5 تابع لجزيرة منشية همام مركز البداري. مشاهدينا الأعزاء، زي ما حضراتكم شايفين المياه المهدرة والأرض البايرة. بنضع الواقعة دي أو الجزيرة دي أمام المسؤولين بمحافظة أسيوط. مشاهدينا الأعزاء، بحييكم واشكركم، كنت معكم من أسيوط وبالتحديد من جزيرة قرية منشأة همام بمركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط، هناء حسين.